إحسان، أول شيء علومك، كيف حالك، أخبارك، وما هو الخبر؟ فيش الصواب. ها؟ ايش اقول لك ايهاب؟ هل تزوجتي؟ لا لا لا، ايش بالزواج؟ سمع كل حاجه جي نبرقوا تحنا. لا، وما هو معلش. الخبر؟ خليني أقعد. بغيت نقول لك على قسمه وناصب. شو أسوي؟ بغيت نقول لك على واحد الحاجه على قسمه وناصب. إيه بغيت قولي نقول لك لي. على واحد الحاجه على قسمه ونصيب. إيه قولي لي. هذوك الرجال اللي في قسمه ونصيب دايرين بحال النساء، كيقيلوا يهضروا في الناس. أنت شكلك تابعتيه جديد؟ اه. أنا ما تابعته. طب أنت إيش رأيك يا إحسان في البرنامج؟ ما عجبنيش، وذيك الرجال ماشي رجال، هذوك كاملين ذكورة، كامل كيقيلوا يهضروا في هذه قالت هذه فعلت. بعمي كيوت يا ايهاب، كيوت. طب ما هو هيك المخرج بده يا إحسان. بيهم خصو المشاكل. ما هو ولا لازم عشان يمشي البرنامج ولا شلون؟ اش فيد الرجولة عاود؟ اش فيد الرجولة؟ الهيبة، إيش الكرامة. مفهوم؟ شد الكرامة. لازم كرامة. إيش مفهومك أنت عن الرجولة يا إحسان؟ شوف، انا الرجولة اول حاجة هي المواقف. أوكي. المواقف والهيبة، الكاريزما. يعني ماشي من ديك، ما كان عجبنيش هذاك اللي كيقايل يكركر مع الجميع. خفيف طزطوز خفيف. خفيف إيش اللي قالت خفيف طزطوز؟ خفيف شنو هي؟ خفيف كيقزقز، كيمسح الكابا البنات كاملين، كيضحك مع البنات كاملين. يا طيب هل التنعاشين من الرجولة؟ تنعس استرا تنعسين الرجولة من ناحية البنات. دابا إلى صراحة الله هذه ما عنديش الجواب ديالها 100%، ولكن طبعا خص الراجل يكون عنده فلوس. ولا ما عندوش خص يكون قوي، يعني عنده شخصية كيكافح باش يعمل الفلوس، ماشي باش ضروري يعمل لك فلوس، ولكن بنفسه يعني كيجيب أكل ديالو لراسو. مثلا كاري كيخلص الكرا ديالو لراسو، كيصرف على راسو، كيعاون والديه هو بحال هكا. يا لا. ولا كينصب، ولا ما عندوش الكتفين. هل التنعاشين من الرجولة أم لا؟ يا لا تفوتيليش بحواتيت. لكن الجو، ولكن من أي ناحية؟ من كل النواحي. لا كنظن لا، وقيلا واحد شيء. طيب يلا، ايش قلنا مواقف، هيبة، بعدين تنعاشين ويصرف على حاله، ايش كمان؟ لا، الراجل خصو يكون، شوف الراجل اهم حاجه يكون مسؤول على راسو، يعني مقد براسو وعنده الدرعين. وكاين اللي عنده الفلوس وماشي راجل، شمايت، هو عنده فلوس. الفلوس لازم عشان يصرف على البيت وعشان يصرف على الناس وعشان يصرف على زعما الرجوله ما كتبقاش بالفلوس، يعني ماشي الا انت عندك فلوس، اذا انت راجل ولا انت سؤال بسيط. هل بمنظور إحسان إنه الفلوس بتعمل رجال؟ لا. طب هل تعرف إنه في ناس كثير معاهم تنعاشين وصاروا شيوخ وهم مش ميت؟ مش إيه؟ ميت ما نعرفش شنو كيقولوا لك بهذا، ما عرفتش كيفاش كيقولوا هذا. طيب والبرنامج هذا احكي لي عنه كمان، خلينا نشوف. برنامج ما عجبنيش، حيت فيه بحال دابا هذيك المقدمه ديال البرنامج كانت قالت واحد الكلمه خايبه. قالت هذا البرنامج هذا اللي هنا اللي كيجي لهذا البرنامج خاصو ينسى شي حاجه اسمها الدين، وخاصو ينسى الثقافات، وخاصو ينسى التقاليد. يعني هيك شي عيب. انا ما شفته الى الان والله، انا سمعت عنه بس ما شفته. شوف، انا مش انترستد في الموضوع يعني. هي المهم، انا في اي مدينه او في اي دوله كاين بنات نقولوا ما كنهضروش على اللباس، انا من النوع اللي كان نلبس اللي بغيت ونلقى لي راسي. لكن من هذا المنظور، يعني في اي دوله، سواء سعوديه، سواء امارات، سواء دبي، المغرب، تونس، الجزائر،
فيها بنات اللي كنعريو شعرنا كنلبسو، حنا ما كنهضروش يعني عيبه ولا ما عارف حيت هما كيلبسو هكاك، الله يسمح لينا والله يهدينا. هذه حاجه، ولكن اللي ما عجبناش هو كيشجعوا على انهم يعني يقولوا كيفاش كيقولوا، راه ما عرفتش نوصف، كيشجعوا على زعما الراجل والبنت حاجه نورمال انهم يعيشوا واحد العلاقه بدون زواج. ديال اي دوله عربيه اللي احنا نورمال، احنا عندنا في الدين ديالنا عيب ان المراه تعيش يعني مع الراجل وهما ماشي مزوجين. اكتبوا لي ربعي البرنامج، ايش البرنامج؟ ايش فكرته؟ اكتبوا لي والله. اعطيو ارائكم انتم في البرنامج. لا انا بدي اعرف شو هو، انا ما بعرف، انا سمعت عنه والله بس ما شفته ولا بعرف عنه يعني الموضوع، بس بدي اشوف شو. بدي اشوف. طيب اوكي مساكن، اوكي. طيب وين بيعرضوه يعني؟ وين مكانه؟ ها؟ انتوا جاوبوا. خلينا نشوف من وين مكانه. في يوتيوب، وكيخرجوا بعض اللقطات هيدا في فيسبوك، في تيك توك. لا مو مكان العرض، يعني مكان الإيقاع، يعني مكان البرنامج نفسه. ما عرفت، انا ما عرفتش. تركيا، اوكي. طيب هسه خلصنا من مواصفات الراجل. طب البنت مالها؟ شو مواصفات الأنوثة دي؟ بدك تغني انت؟ يا ناري ده بحر. شو مواصفات الأنوثة؟ ولا انت شاطر بس ترمي على الزلام. الهيبة والكرامة والموقف عند النسوان بطلت تحكي. لا ولكن شوف، دابا انا حيت بنت ما نقدرش نبقى نهضر على البنات ولا نبقى غاليا على راسي، قادره نهضر في الحاجه ما عارفاش ما نقول. لا هذا تصريف عشان ما تجاوبي. لا انا عارفه من بزاف الحاجات نقدر نبقى نقولهم على البنت كيفاش تكون وتتطاطا، ولكن خاص الراجل هو اللي يعطينا اش خص يكون في البنت. انا جاوبت على الراجل، انت جاوبي على البنت. والله يا احسان نلصق في ايهاب انا نسخ فيك ولا في شي واحد اخر، نسخ فيه شنو اللصقه؟ انت كيما تلصقي في الرجال. انت احسان لا بدك تضلك تطلع في التعليقات، مش حكينا بطلنا تعليقات؟ هو راه متزوج. احنا حكينا بطنش التعليقات. حسنا هي اللي نطنش الجميع. لا طنش التعليقات، كملك على البرنامج ما طنش التعليقات. راح السؤال واعطينا انت رايك في البنت، شنو خص يكون المواصفات خص تكون في البنت؟ انا رايي في البنت يعني كل البنات حلوين. لا ماشي على الوجه ولا الشكل، لا أجل. لا احنا عارفين راسنا اصلا، احنا مزيونين بلا ما يقول لنا الراجل. احنا عارفين كل وحده كتميز حاجه، كل وحده مزيونه، كل وحده باش كتميز، ولكن احنا كاملين بينا مزيونين بالحق. عطينا في الشخصيه الكرامه، المواقف. اجل كرامه اولا. كل انثى لها شخصيتها، وكل انثى لها حلاها الخاص فيها. قنعتيني، قلتي الكرامه صافي قنعتيني. اهم حاجه الا كانت البنت عندك كرامه وما كترضاش وبنفسها، احسن حاجه صافي. هذه تحيد بزاف د الحاجات، الاتنسيون بزاف د الحاجات. طيب انت غبتي يومين عن البث، شو عملتي فيهم؟ كنت كنحضر الحفله بسيطه. حفله ايش؟ بمناسبه كملت نصف مليون وفت نصف المليون تيك توك. ليش ما عزمتينا على الحفله؟ عند داك الشغل ديال هذاك الراجل اللي كيقاسي في صاحبته. حبيبي اش كتعمل؟ كتقول له جبرتيني غير ممدوده، كيقول لها علاش جبرتيني كنتعشى ولا جبرتيني النعاس. هو راه في كازا وهي راه في طنجه مثلا، وكيقول لها طب انا راهو في عمان وانت راهو في اسبانيا، عادي باجي اسبانيا، ليش ما عزمتيني؟ لا تضيع الموضوع. الحكم الاول ما كنعرفش نمسح يا ايهاب. باجي مرحبا بك الحفله ديالي باش ندير الصواب، وما غتجيش وما كاينش، يعني ما نقولها لكش. لو قلت جربت تقولي
وعاد جي. المهم قولي، يمكن اجي يمكن ما اجي. إيهاب باقي غنكمل مليون اجي مرحبا بك من دابا. لا بديش، زعلان حاجه على 1,500,000. جيب لي كادو عاد نعرضك. لا بعد ايش؟ لازم انا اطلب عزيمتي بلساني. بدل الموضوع، عرفتي كيف حرقني. ليش ناس هذا؟ شو اخر كتاب قراتيه يا احسان؟ اخر كتاب فن اللامبالاة. في كتاب اسمه فن اللامبالاة، عمرك قراتيه؟ والله لا قريته، ولكن في جوجل، ماشي قريت كتاب. عي بعد الحصص نصي ما نعرف. المهم في كتاب فن اللامبالاة، كتاب جدا جميل. ها جدا جميل الكتاب فن اللامبالاة. وقريت كيف تكوني، هذا للمرأة. قريت كيف تكوني امرأة، كيف تكوني رجل بجسد امرأة ولكن في الشخصية. كيف تكوني رجلا بجسد امرأة، يعني في الشخصية. لا في الشخصية والله. تروح تايلاند تغير امورك. استغفر الله. طيب اسمعي، في كمان كتاب جوجل ولا يطلع ليكم. طيب اسمع، في كمان كتاب اسمه 48، خليني بس اكتب الرسالة. في 48 قانون للقوة. قانون ما قرأتي؟ لا كاينه في جوجل. انا كنمشي نبحث ديك الشيء في جوجل، ما عنديش كتوبه. كان في جوجل، لازم تقرأيه والله. شنو اسمه؟ 48 قانون للقوة. لا تنكتبه في المذكره ديالي، انا راه كنقرا هذا الشيء ولكن غير في جوجل. بس هذا الكتاب، شوف اللي عندي وعند حسان مما تجي، هذا كتاب إذا لقيته ضروري تقرأه، ضروري. انا بنات الله الا كنقرا هذيك الجزء ديال كيف تكوني رجلا بجسد امراه، كندخل نقرا. هذا للبنات بس. 48 قانون للقوة. عرفتي والله حتى كيعلموك كيفاش تزيد تقوي شخصيتك. والله كيعمر لك الدماغ. واخا شنو اسمه؟ 48 قانون للقوة. خاص بالنساء ولا الرجال ولا غير للكل. هذا إذا فهمتيه وطبقتيه 100%، هذا لازم تقرأيه أصلا. يعني تقرأيه مو مجرد إنه لا افهميه. والله إذا فهمتيه وطبقت اللي فيه، حياتك راح تتغير 190,000 مليون درجة. من ناحية الشخصية، من ناحية شخصية، من ناحية تنعاشي، من ناحية الشغل، من ناحية التعامل، من ناحية كل شيء. هادشي اللي كيعجبني انا نقرا. انا كيعجبني والله كيعجبني نقرا، بيرو انا ما كنقراش في الكتوبه في جوجل. كتجبر كاع كتاب تما وفيه بزاف الاجزاء. كاين بعض الكتب والله الا قريتيهم بحال اللي كيهضر معاك واحد الشخص او كيهضر معاك واحد الانسان، ولا يعني كتحس بشي واحد كيتحاور معاك، ماشي كتحس بانك كتقرا كلمات فقط، ولا كتحس بحال كيتحاور معاك وديك الشيء بصح فريمون كيتعمق لك في العقل ديالك، وكتحس كيزيدك واحد القوه، واحد بزاف د الحاجات كيبدل في التفكير ديالك. القراءة يقول لك هي سفر العقل، فأنت بتسافري وانت قاعدة. المهم خلصنا من الكتب، نرجع. بهاليومين عملتي حفلة اليوم اللي بعده. امبارح كنت مريضة باخا شوية مريضة، صوتي يتبدل. لا سلامتك. طب خذي ليمون وملح. ليمون وملح؟ ايه لا وقيلة هذول البنات. بتجيبي ليمون وملح. ليمون بتعصريها في كاسة لين يصير هالقد مثلا، وحطي ملعقة ملح كاملة واشربيها على نفس واحد، هيك مرة واحدة بس تكون ماكلة. واش الملح ديالكم حلو ولا ملحة؟ ملح مو الحلو، مو السكر، مو أنا ملح، أنتي. أنا سكر الحلو.
انت ملح المالح. ما نقدروش، راه الملح مالحه صعيب يا ويلي، بغيتي تهرجلولي. لا والله مو صعيب، اولا بس لازم تكوني لازم تكوني ماكله عشان معدتك، ها عشان معدتك تتحمل لازم تكوني ماكله. يعني معدتك مليانه اكل، يعني تتعشي وتعمليها. احنا كنعملو ملحه ولا عسل. ايه ملح وحامض. ليمون ولا عسل. ملح بالمغربي. يا ويلي واش عمرك ما عملت ملحه والليمون؟ كنتخيلها راه امبوسيبل. الحنجره ديالي ماذا تعني وخا بالمغربي؟ لا بملح. ملح بالمغربي ملح حامض وملح. واخا دابا نديرها صافي. واخا صافي. خلاص اختي، خلاص اختي، وخا ما وخا خلاص خلي عني سلامتك. روحي جيبي ستريبسل، خلاص ستريبسل من الصيدليه وحبتين بنادول والبس ثقيل وتغطي بحرامين واعرقي وتصحي وكاله.